واش سيري جينسوكي سبيريت كرونيكلز كيستحق نتفرج فيه؟ الجواب في قل من دقيقة ونص. هذا إيسيكاي عادي كيلقى فيه راسو هاروتو أماكاوا طالب في الجامعة بعد الموت ديالو في حادثة قطار في واحد العالم الخرافي في الجسد ديال طفل سميتو ريو. غادي تخلطوا الشخصيات والذكريات ديالهم بزوج، والقصة غادي تخليه يعتق واحد الأميرة تخطفت من طرف عصابة. كجائزة غادي تعطاه الفرصة يدخل لأشهر أكاديمية ديال المملكة باش يولي ساحر وفارس، ولكن الأصول ديالو المتواضعة حيت كبر ريو في الفقر قبل ما تقتل مو قدام عينيه غادي تخليه يعيش في عزلة على الآخرين اللي كانوا كيحتقروه. غادي يتهموه من بعد بجريمة ما ارتكبهاش، وغادي يضطر يهرب للشرق يتعرف على البلاد الأصلية ديال الوالدة ديالو ويعيش مغامرات غادي يبين خلالها على واحد المؤهلات ما كايناش عند الآخرين. سيري جينسوكي أنمي متوسط الجودة من جميع الجوانب، الإبداع، الرسم، التحريك، الموسيقى، الإثارة، وكيجمع كاع الأمور اللي كتخلي الناس يكرهوا هذا النوع اللي هو الإيسيكاي. بطل ما كيحتاجش يدير مجهودات باش ينجح، بطل كيقبل بسرعة عالم فيه السحر والحروب رغم أنه جاي من القرن 21 بلا ما يعرف حتى شي اضطراب نفسي. بطل كيبغيوه بزاف ديال الشخصيات النسائية وكيساندوه حتى فاش هو كاع ما حاس بالوجود ديالهم. المهم إلا عندك الاختيار غير كمل طريقك، راه بنقطة 2/5 ما يستاهلش تضيع عليه الوقت ومازال راه تهليت فيه.